هتجيب الزغلول بتاعك بالشكل دوت وتبدأ تديله الكورة اللي عملتها من الخميرة وتنزلها في زوره بالراحة. حبيت تجيب سرنجة لو انت مش هتعرف تنزل الحباية زي ما انا نزلتها كده بتاعت الخميرة بالشكل اللي انا نزلت بيها جوه حصالة الحمامة، تقدر حضرتك تدي بسرنجة شوية مية صغيرين، مفيش مشكلة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ازيكم اخواتي وحبايبي متابعينا على القناة، تحياتي للجميع. اتمنى ان شاء الله ان حضراتكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة هنتكلم عن مشكلة بتواجه معظم الغاويين، وهي صغر حجم الزغاليل. صغر حجم الزغاليل بيجي بسبب حاجات معينة. اول حاجة ان الجوز نفسه ما يكونش بيزق كويس، فرد فيهم بيزق والتاني لا، او ان الكلفه اللي حضرتك بتقدمها للحمام مش كافيه ليهم والبروتين فيها قليل لدرجه ان هو ما بيقدرش الحمام يقوم الزغلولين عن طريق اللبه اللي بيكونها او تاكيل الزغاليل. وتالت حاجه من الاسباب اللي بتؤدي الى ضعف الزغاليل وجود مرض عند الاهالي وبتنقل للزغاليل، منها الكانكر او الدفتيريا او بعض الامراض المعويه زي السالمونيلا او الاسهالات زي الايكولاي. في مجموعه كبيره من الامراض المعويه قد تؤدي لضعف الزغاليل. احنا النهارده هنتكلم عن الاسباب الطبيعيه اللي بنلاحظ فيها عدم وجود امراض، لكن الزغاليل بيكون حجمها ضعيف، سواء اذا كان الجوز او فرد واحد منهم حجمه ضعيف، وازاي هنعالج المشكله ديت باقل تمن او اقل قيمة نقدر نستخدمها. لكن قبل ما نبتدي الفيديو ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا ملاحظين معانا زغلول بخارة بالشكل دوت، زغلول ضعيف وريشه ضعيف ونموه بطيء عن الزغلول اخوه اللي معاه. طبعا انا بصيت على الاهالي ما فيهمش مشاكل صحيه، لا اسهالات ولا دفتيريا ولا كانكر ولا اي مشاكل من المشاكل ديت، وطبعا بقدم الكلفه المقدار المناسب للحمام بتاعي عشان ياكلوا الزغاليل بتاعتهم. لكن بيحصل زي ما احنا شايفين دلوقتي زغلول ضعيف بالشكل دوت. طبعا مع غلو العلاجات والفيتامينات بنبدا ندور على البدائل الرخيصه. البدائل الرخيصة أحسنها في الوقت الحالي الخميرة البيرة أو الخميرة بتاعة الفرن. حضرتك تقدر تجيبها من عند أي فرن، تقول له عاوز خميرة ب2 جنيه ب3 جنيه ب5 جنيه. أنا جايب دولا ب5 جنيه، قسمت يعني كان في قدهم مرة، قسمت نص اديته للبيت وخليت ليا الجزء دوت. الخميرة بيرة من المعروف إنها من المواد اللي بتحتوي على فيتامينات قوية جدا. ده شكل الخميرة، الناس اللي ما تعرفهاش ديت بيتعمل منها العيش يا جماعة، بيتعمل منها البيتزا، بيتعمل منها المعجنات عموما. تمام، بتحتوي على فيتامينات قوية، يعني من أشهرها الفيتامينات الب 12 والمركبات البي عموما. وكمان بتحتوي الخميرة على المغنيسيوم والبوتاسيوم وبعض الأملاح المعدنية المهمة للكائنات الحية. طبعا لو احنا نفتكر زمان يقول لك ايه، ادي الولد دوت شوية خميرة على البيبسي عشان خاطر يفور كده ويبقى ايه صحته حلوة. وفعلا دي حقيقة، لان الخميرة بتفور الكائن الحي سواء انسان او طيور او حتى لمؤاخذة حيوانات، بيستخدموها في بعض الأحيان مع الغنم. طيب دلوقتي عاوزين نعرف ازاي هنستخدم الخميرة ديت مع الحمام وخصوصا الزغاليل الضعيفة. لكن في نقطة مهمة لازم أقولها واذكرها في موضوع إعطاء الخميرة. خلي بالك وانت بتدي الخميرة ما تكونش بتدي أي نوع من أنواع الفيتامينات في المية للحمام الباقي، عشان تشتغل معاك الخميرة وتبدأ تفور الزغاليل وتبدأ ان الزغاليل تكبر معاك بشكل جيد. وطبعا غير الفيتامينات ما ينفعش تديها وتدي معاها مضاد حيوي لو انت بتعالج حالات، فما انصحكش في الوقت دوت اللي انت
تدي خميره مع اي نوع من انواع العلاجات الاخرى. طبعا في ناس هتقول لي احنا كنا بنجيب الخميره الاقراص من الصيدليه البشريه وانا كنت بستخدمها، لكن سعرها وصل دلوقتي ل 30 جنيه، فطبعا مكلفه بالنسبه للغواة وخصوصا الغواة المبتدئين اللي بيربوا حمام، يعني مش غالي قوي، فبيحاولوا ان هم يعني ايه ربنا يكرمهم من الحمام، فبندور دايما على البدائل الرخيصه. زي ما قلت لحضرتك انا جبت ب5 جنيه دي نصهم للبيت والنص دوت انا بستخدمه. طيب هنستخدمه ازاي مع الزغاليل ديت؟ هتجيب حته من الخميره بالشكل دوت، تمام، وهتعملها كوره بالشكل دوت، كوره اهي بقت عامله زي حبايه الذره، وهتجيب الزغلول بتاعك بالشكل دوت وتبدا تديله الكوره اللي عملتها من الخميره وتنزلها في زوره بالراحه. حبيت تجيب سرنجه لو انت مش هتعرف تنزل الحبايه زي ما انا نزلتها كده بتاعت الخميره بالشكل اللي انا نزلت بيها جوه حصاله الحمامه، تقدر حضرتك تدي بسرنجه شويه ميه صغيرين مفيش مشكله. طيب هنقدر نستخدم الخميره ديت لمده كام يوم؟ من 3 ايام لاسبوع مفيش مشكله، تقدر تدي الزغاليل. هتبدا تلاحظ ان الزغاليل بدات احجامها تكبر، كمان هتلاقي ان نمو الريش بتاعها بدا يتظبط، كمان هتلاحظ ان الزغاليل نفسها حصلت الزغاليل الضعيفه عندك، يعني لو هم عش واحد في زغلول كبير وزغلول ضعيف هتبدا تلاحظ ان شاء الله ان الزغلول الضعيف بدا يحصل اخوه في الحجم. ديت تعتبر ارخص طريقه لزياده وزن الزغاليل. طبعا هتعين الخميره ديت في الثلاجه، كل ما هتعوز تطلع منها حته تقدر تطلعها طبعا بالتعامل في الفريزر عشان ما تبصي، وبعد ما تستخدمها تقدر ترجعها تاني للفريزر، وبعد كده تاني يوم تطلعها قبلها ب10 دقايق قبل ما تستخدمها. ارجو ان شاء الله ان الفيديو يكون عجب حضراتكم وافادكم. ما تنساش تدعي لنا ان شاء الله بالخير وبالبركه، وما تنساش تدعمنا بلايك، ولو حضرتك اول مره تشوفنا على قناتنا يا ريت تشرفنا باشتراكك الكريم معانا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. وتحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.